قال ابو صادق ارسل من سهام الابيه احترامي لعز انسان عالي مقامه، شيخ وافي ومن خير الرجال الوفيه، نال قدره بنهج القبيله واحترامه، من صميمي لعبد المغني ارسل تحيه تحمل الود والتقدير له والسلامه، شيخ له صيت يعرف به وسيره نقيه، جيد طيب عسر ما شخص يوقف امامه، جيد طيب عسر ما شخص يوقف امامه. هذه القصيدة كتب كلمتها الشاعر فيصل الشامي أبو صادق، وهي موجهة إلى الشيخ عبد المقني علي محمد داود أبو معين، تحكي وتعبر بما فيها أداء الشاعر أبو ليث الحديدي. قال ابو صادق ارسل من سهام الابيه احترامي لعز انسان علي مقامه، شيخ وافي ومن خير الرجال الوافيه، نال قدره بنهج القبيله واحترامه، من صميمي لعبد المغني ارسل تحيه تحمل الود والتقدير له والسلامه، شيخ له صيت يعرف به وسيره ناقيه، جيد طيب عسر ما شخص يوقف امامه. قال ابو صادق ارسل من سهام الابيه احترامي لعز انسان علي مقامه، يعجز الحرف والتعبير بالابجديه، يحصر اوصاف مولى المعرفه والشهامه. شبل ذاك الأسد من نسل أسرة قوية، حيد علي وهامه تعتلي كل هامه، حامي الحد وأولاده رجال الحامية، مثل أبوهم بكامل سيرته واهتمامه، وحراث أبطالي دوما ترفع المعنوية، كل واحد بهم حط الشجاعة وسامه، هامة الجيد عبد الواحد المعتلية، قرن عصر ولا تكلم صادق في كلامه. قال ابو صادق ارسل من سهام الابيه احترامي لعز انسان علي مقامه، يعجز الحرف والتعبير بالابجديه، يحصر اوصاف مولى المعرفه والشهامه. هامة الجيد عبد الواحد المعتلية، قرن عصر ولا تكلم صادق في كلامه، مثلنا اخوه معين القبيله له مزيه، كلهم مثل والدهم رجال الكرامه، وعاش ابوهم سلاح القوم والمدفعيه، حيد شامخ كما عنز وواقف امامه، كل ربعه معه عاشوا بعيشه هانيه، احترامه واجب والكل يسمع كلامه. قال ابو صادق ارسل من سهام الابيه احترامي لعز انسان علي مقامه، يعجز الحرف والتعبير بالابجديه، يحصر اوصاف مولى المعرفه والشهامه.
كل ربعه معه عاشوا بعيشه هانيه، احترامه واجب والكل يسمع كلامه، يعجز الحرف والتعبير بالأبجدية، يحصر أوصاف مولى المعرفة والشهامة، واطلب المعذره لا شي بقولي خاطيه، سامحوها جسي في بدعه وفي ختامه، واختم القول الهاجس كفاله هنيه، ذكر طه شفيع الخلق يوم القيامة. قال ابو صادق ارسل من سهام الابيه، احترامي لأعز انسان علي مقامه، يعجز الحرف والتعبير بالابجديه، يحصر اوصاف مولى المعرفه والشهامه. بوم عنقال برحب في البندقيه، بالصديق الوفيدي وسط قلبي مقامه، رحبي يا جبال الحيمه المعتليه، مثل عانز يصف في جانبه او امامه، وانحني قدر للشامي ودقي تحيه، فيصل الجيد ذي ما يوم خابت سهامه، مثل ما الشيخ ابو صادق صفاته نقيه، ما مثيله وجد بالحيمه وفي تهامه، ما مثيله وجد بالحيمه وفي تهامه. هذه القصيدة كتب كلماتها الشيخ عبد المقني علي محمد داود أبو معين، وهي ردا على الشيخ فيصل الشامي أبو صادق، أداء الشاعر أبو ليث الخديجي. بوم عنقالي برحب في البندقية، بالصديق الوافدي وسط قلبي مقام، رحبي يا جبال الحيمه المعتالية، مثل عانز وصف جانبه او امامه، وانحني قدري للشامي ودقي تحيه، فيصل الجيد ذي ما يوم خابت سهامه، رحبي به وبحيي بحيه ونيه، الصديق الوفي هو للصدقه عمامه، رحبي يا جبال الحيمه المعتاليه، مثل عانز وصف جانبه او امامه، وانحني قدري للشامي ودقي تحيه، فيصل الجيد ذي ما يوم خابت سهامه. شيخ وافي وعمره ما يسوي رادية، لا ولا هو من أهل المظهرة والعدم، تشهد الناس له واصحابه أهل العانية، في سهام الأبية كل واحد حزامه، يوم واحنا سلاح الجو والمدفعية، له للي إلينا مرجعه وانضمامه، مثل ما الشيخ أبو صادق صفاته نقية، ما مثيله وجد بالحيمه وفي تهامه، رحبي يا جبال الحيمه المعتالية، مثل عانز وصف جانبه او امامه، وانحني قدري للشامي ودقي تحيه، فيصل الجيد ذي ما يوم خابت سهامه. مثل ما الشيخ ابو صادق صفاته نقيه، ما مثيله وجد بالحيمه وفي تهامه، عارف ان العمر فاني ودنيا دانيه،
سعد من كمل ايامه صلاح واستقامه، وانت مشيخ في همه كيف حال الراعيه، يوقع الشيخ ذي عدله وحكمه علامه، والبشر كلهم عند الملك مستويه، في التبع والظلال الحكم يوم القيامه. رحبي يا جبال الحيمه المعتاليه، مثل عنز وصفي جانبه او امامه، وانحني قدر للشامي ودبي تحيه، فيصل الجديد ما يوم خابت سهامه. وانت مشيخ في همه كيف حال الراعيه، يوقع الشيخ ذي عدله وحكمه علامه، والبشر كلهم عند الملك مستويه، في التقى والظلال الحكم يوم القيامه. ذا جوابي وذا حرفي وعدله باقيه، حسب قول المثل ماشي بوجهي ما لامه، والختام اذكر المختار سيد البريه، مني افضل صلاة الله وازكى سلامه. رحبي يا جبال الحيمه المعتاليه، مثل عنز وصفي جانبه او امامه، وانحني قدري للشامي ودبي تحيه، فيصل الجديد ما يوم خابت